السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مطبخ أم خديجة، يوميات في المطبخ. هنجهز مع بعض فطار. أنا قشرت البطاطس، هقلي بطاطس حاجة كده. النهاردة يوم نظافة الثلاجة من الأكلات بتاعت الأسبوع. لازم عملت بطاطستين اتنين. هعمل بتنجانة والطريقة بتاعت أم خديجة. معلقتين دقيق، نص كوباية لبن، شوية فلفل وكزبرة وكمون وشوية ملح وبيضة، وأحلى بتنجان تكليف طعم البانيه. التأليفة دي أهو كده. أنا بضرب شوية اللبن وتوابل الفلفل والكمون والكزبرة وشوية ملح، أو مفيش ملح مكعب مرقة، مفيش مرقة يبقى ملح أهو. هحط شوية مية، عايزها خفيف شوية عشان قليت البطاطس اهي. هطلعها من الزيت واضيف البتنجان على طول اهو. هقلي البتنجان اهو، طبعا من التتبيلة دي اهي اهو. طعم بجد تحفة، مش هتندمي لو عملت طريقة ام خديجة دي. اعملي وجربي وقولي لي. ادي البتنجان طلعه من الزيت اهو اهو. البتنجان اهو كأنك قالية شوية بانيه متوطي عليه اهو. ده غير الطعم، طعم تحفة بجد. البتنجان اهو، البطاطس. نعمل دلوقتي قرنين شطة، الأكلة المفضلة بتاعت أم خديجة. أنا بقطع الذرة دي القرن أهو. بص البانيه، شايفة حتة البانيه طرية ازاي؟ بتنجان بانيه على طول، حاجة جميلة طعمه تحفة، طعمه تحفة بجد.